ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه، يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتوا تشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. اعرفكم بنفسي، انا اسمي نوال، عندي 31 سنه، ومعايا سلمى اللي عندها 12 سنه، ومالك عنده 3 سنين، عايشه في بيت عيله. وفي يوم كنت قاعدة مع حماتي تحت، وقالت لي: بقول لك ايه يا نوال، ادخلي يا بنتي رتبي أوضة نومي، أصل بنادي على سلفتك معرفش مش بترد ليه. حاضر يا ماما، هعمل لك ده، بس أخلص المطبخ لأنه ما بقاش ورايا غيره. طب يا نوال، يريح بالك يا رب، أنا مش عارفة اللي تنخفي هند ما بقتش عايزة تعمل حاجة في البيت ليه، وسايبة كل حاجة عليكي انتي. معلش يا ماما، ما هي معذورة برضو، من ساعة المرحوم ما راح وهي نفسيتها تعبانة، وبعدين أنا بعملك اللي انت عاوزاه. يا حبيبي، الله يرحمه، قطع بيا، بس هقول ايه، ربنا عايز كده، وانتي ربنا ما يحرمني منك، انتي وخالد وولادكم يا نوال، الدنيا عندي وما فيها، أنا مش عارفة من غيركم كنت عملت ايه. ربنا يصبر قلبك يا ماما. هي البنت سلمى راحت فين؟ وانتي بعتيها مشوار ولا حاجة؟ أبدا يا بنتي، دي كانت هند بتنادي عليها قبل ما انتي تنزلي، يمكن بعتتها تجيب لها حاجة. يمكن، بس البت تروح من غير ما تقولي، والله لو أوريها. وبعد شوية لقيت هند وهي داخلة من الباب، ومعها سلمى بنتي، وبيهزروا، وأنا قلت لها: انتي كنت فين يا زفتة؟ خفت مني واستخبت ورا هند، ولقيت هند بتقول: في ايه يا نوال، ما براحة على البنت، تضربيها ولا ايه؟ عشان أنا كذا مرة أقول لها ما تروحش أي مكان من غير ما تقولي، ودلوقتي عاوزة أعرف هي كانت فين. كانت معايا في شقتي يا ستي، قاعدة معايا شوية، وبعدين يعني ما خرجتش برا البيت عشان تعملي كده، دي كانت في شقة عمها الله يرحمه. طب ما كانت تقول يا هند، إنما تطلع عندك من غير ما أعرف، وأنا أقعد أدور عليها كده. خلاص يا ماما، مش هعمل كده تاني. وبعدين أنا كنت مع طنط هند، أصلها كانت عايزاني عشان. وقبل ما تكمل كلامها، هند قطعتها وقالت: كنت عايزاها عشان أوريها الكوتشي بتاعي جبته، وقلت أديه لسلمى. وبعدين هو انت هتحققي مع البنت عشان كانت عندي يا نوال ولا ايه؟ مش هي برضه زي بنتي ولا ايه؟ خلاص بقى يا نوال، هي ما كانتش عند حد غريب. خلاص يا هند، مفيش حاجة، بس بعد كده عاوز اعرف هي بتروح فين. بعد كده هتبقى تقولك، انا هدخل اروق اوضة حماتي، تعالي معايا يا سلمى. واخدت سلمى ودخلوا جوه في اوضة حماتي، وقالت لها: اوعي يا سلمى، اوعي حد يعرف الاتفاق اللي بيني وبينك يا حبيبتي، انت عارفة عشان انا بحبك، وعارفة انك شاطرة وكبيرة وذكية، لولا كده ما كنتش قلتلك اي حاجة. لا ما تخافيش يا طنط هند، محدش هيعرف حاجة خالص. برافو عليكي، وانا بقى هجيبلك كل اللي انت عاوزاه، وكل ما تعملي اللي بقولك عليه هجيبلك حاجة حلوة. ماشي. طب انا كنت عاوزة كوتشي، وماما مش راضية تجيبلي، مع ان بابا بيديها فلوس ومش بترضى برضه. ما انا قلتلك بقى ان امك دي بخيلة وما بيهونش عليها تجيبلك حاجة، انما انا بقى هجيبلك كل اللي انت عاوزاه، ومش هخليكي نفسك في حاجة ابدا. سلمى حضنتها وقالت: حبيبتي يا طنط، عشان كده انا بحبك اكتر من ماما، ونفسي تكوني انت بدلها. هند قالت بخبز: هيحصل يا سلمى، وحياتك عندي لا يحصل. وكانت حماتي قاعدة هي وهند وسلمى في الصالة، ورجع خالد جوزي من الشغل، وأنا كنت بجهز الأكل في المطبخ لأننا بناكل كلنا عند حماتي تحت. ودخل خالد وقال: مساء الخير يا جماعة. لقى هند بتهدر في نفسها، وقالت له بدلع: يسعد مساك يا سي خالد، ما تيجي تقعد، مالك واقف ليه؟ وراح قعد. مساء النور يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أمي، وانت يا هند عاملة ايه؟ لو محتاجة أي حاجة اطلبيها مني على طول، ما تتكسفيش، انت برضو ملزومة مني. ربنا يخليك ليا. وبصت لحماتي وقالت: أقصد يعني لينا كلنا، ويبارك في عمرك. تسلمي يا هند. الله، هي نوال لسه ما خلصتش الأكل ولا إيه؟ ده أنا راجع جعان جدا. أنا هقوم أشوفها حالا أهو.
طيبة أوي البت هند دي يا أمي. الأم بتريقة؟ طيبة أوي يا ابني. هو مالك بتقوليها بطريقة كده يا أمي؟ أبدا يا حبيبي، بس أصلها رامية الحمل كله على مراتك يا خالد، مش بتعمل حاجة في البيت. معلش يا أمي، ما هي برضو أرملة، وكتر خيرها إنها مرضتش تمشي وتروح تتجوز بعد المرحوم، أو تروح تعيش مع أمها، فضلت قاعدة معانا في البيت. لا يا دنايا وانت الصادق، دي مش عارفة ترجع بيت أمها عشان جوز أمها مش بيحب إنها تروح هناك. وانتيش عرفك بقى بالكلام ده يا ست الكل؟ وبعدين ما هي عندها شقة جوزها، ممكن تقعد فيها معززة مكرمة. ايه اللي يخليها تروح وتتبهدل في بيت أمها؟ خليها قاعدة وأنا مالي، بس تبطل الحركات اللي بتعملها. حركات ايه بس يا أمي؟ دي هند غلبانة خالص. وخرجت من المطبخ وقلت الحمد لله على السلامة يا خالد، يلا عشان الأكل سخن. الله يسلمك يا نوال، كل ده بتحضري في الأكل؟ ده أنا عصافير بطني بتزقزق. ده أنا دخلت لقيتها ما كانتش لسه خلصت كمان. وأحياتك يا سي خالد أنجزت معاها. حماتي بصت لها بغيظ وقالت ها، كتر خيرك يا حبيبتي، اصل انت اللي شملولة قوي، بالله عليك اسكتي كده برضو يا حماتي. قصدك ايه يعني؟ اني ما بعرفش اعمل حاجة؟ عاجبك الكلام ده يا سي خالد؟ لا طبعا يا هند، انت برضو ست البنات، ما تزعليش من امي، تعرف ان قلبها ابيض وبتحبك. خلاص انا عمري ما هزعل منها عشان خاطرك انت بس. بقيت مستغربة من تصرفاتها مع خالد جوزي، وخصوصا لما بيرجع من الشغل بحس انها بتبقى واحدة تانية، عاملة نفسها رقيقة وكيوت، مع ان ما بيليقش عليها الدور اللي بتمثله. وفي مرة كنت واقفة قدام شقتها وخالد جوزي نازل من شقتنا، وأول لما شافت جوزي عملت نفسها اتكعبلت، وخالد مسكها وقال ايه يا هند، تتكعبلتي ولا ايه؟ اه الظاهر كده يا سي خالد، اصلي كنت بطلع باسكت الزبالة ومش عارفة ايه اللي حصل لي. طب انت كويسة؟ رجلي مش قادرة ادوس عليها، وحياتك تسندني وتدخلني شقتي. وسندها خالد، وكل شوية بتميل عليه، وطبعا زي أي راجل بتحصل له لحظة ضعف قدام أي ست، وبالذات هند لأنها حلوة وأصغر مني وبتحب تدلع علي كتير. فدخلها لحد الكنبة وقال أنا نازل يا هند، عن إذنك. هند مسكته من إيده وقالت إيه ده؟ أنت رايح فين يا سي خالد؟ استنى معايا شوية عشان حتى تطمن على رجلي. خالد كان عرقان ورد وقال لا لا لا، أنا هتأخر ولازم أمشي بقى، أنا هبقى أتصل بيكي عشان أطمن عليكي. سلام. وهو خارج من عندها كنت أنا نازلة من عندي وشفته وقلت له أنت كنت بتعمل إيه جوه يا خالد؟ خالد كان مرتبك ولسه عرقان وقال أنا لقيت هند واقعة قدام الباب هنا، سندتها ودخلتها جوه، بيطمني عليها. يلا أنا رايح الشغل، سلام. وسابني محتارة ونزل بسرعة. دخلت عند حماتي وأنا متعصبة، وهي قالت مالك يا نوال، في يا بنتي، أمال اتبرطمي كده ليه؟ لا لا مفيش حاجة يا ماما. قوليلي هنطبخ ايه النهاردة؟ وفضلت طول اليوم افتكر اللي حصل، وقلت لازم لما يرجع ما عدلوش اللي حصل ده بالساهل. ورجع وطلعنا شقتنا ودخلنا أوضتنا. فضلت أزعق معاه وأقول انت ايه اللي يخليك تدخل شقة هند مرات أخوك؟ هو انت أصلا ليك الحق انك تدخل عندها؟ وطي صوتك يا نوال، أنا مش عايز فضايح. أنا هكون عندها ليه بس؟ بعدين انت بتحاسبيني على ايه؟ هو انت اتجننتي في عقلك؟ كل ده وسلمى واقفة وعمالة تتصنت على باب أوضتنا وبتسمعنا. برضو عايزة أعرف كنت عندها بتعمل إيه يا خالد؟ قلتلك وقعت اتكعبلت ودخلتها شقتها واطمنت عليها، فيها حاجة دي؟ لأ، بس تنادي عليا أدخلها معاك، مش تدخل شقتها لوحدك، عشان انت راجل كبير وعاقل وعارف ان اللي عملته ده ما يصحش. بقولك يا نوال، أنا مش عايز كتر كلام، أنا كده ممكن أسيبلك البيت خالص، أنا نازل دلوقتي، أنا مش ناقص نكد يا شيخة. وسابني ونزل، ولقيت سلمى بتقولي أنا هنزل عند تيتا يا ماما. كنت متعصبة قوي، رديت عليها وقلت طب يلا غوري، يلا غوري وامشي من وشي. البنت عيطت ونزلت عند هند، لما شافتها قالت مالك يا سوسو، مين اللي زعلك يا عمري؟ أصل ماما كانت بتزعق مع بابا عشان كان عندك، وبعدين لقيتها زعقت لي
عشان بقول لها أنا نازلة عند تيتا. هند فرحت وقالت: هو أنت سمعتيهم بيقولوا إيه وهما بيزعقوا؟ أيوة، ما أنا وقفت أسمعهم زي ما حضرتك قلتيلي. سمعت ماما بتقول لبابا، وحكت سلمى كل الحوار اللي ضاربيني أنا وأبوها. طيب يا حبيبتي، ما تزعليش ولا يهمك، أنا هنا بدل مامتك. أصلها شكلها كده مش بتحبك انتي وبابا، بس محدش يعرف إنك قلتيلي حاجة يا سوسو. ونزلت عند حماتي تاني، وهند كانت عندها، وأنا ما اتكلمتش معاها. ساعتها قالت: إيه يا نوال، هو أنا يا حبيبتي مش معاكي في مكان واحد ولا إيه؟ هو أنتي ما بتتكلميش معايا ليه؟ هو أنتي مخصماني وأنا معرفش؟ أنا هخصمك ليه يا هند؟ أنا بس زهقانة شوية. طب وإيه اللي مزهقك بس يا حبيبتي؟ ما تسيبيها يا هند، هو أنت هتتدخلي في خصوصياتها؟ ما يمكن مش عايزة تقول إيه اللي مزعلها. هند بتمثيل: يعني قصدك إني حشرية يا حماتي. يا هند ماما ما تقصدش حاجة، وبعدين قال لو في حاجة هقولك على طول. لا يا ست نوال، أصلا اللي انت وحماتك مش طايقيني في البيت، وأنا اللي قلت مش هتجوز، هفضل عايشة على ذكرى المرحوم، مع إن أي واحد يتمناني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي حد دسلك على طرف يا بنتي، ولا انت عايزة تعملي مشاكل وخلاص؟ لا يا ستي، ولا أعمل مشاكل ولا حاجة، أنا هسيب لكم البيت وأروح عند أمي، ما أنا ليا أهل برضه، مش مقطوعة من شجرة. وفعلا هند لمت هدومها وراحت عند أمها، واتصلت بخالد، وفضلت تعيط له في الفون، وقالت: لا يا سي خالد، أنا مش راجعة تاني، دي مامتك ومراتك حاسة إن هما مش طايقيني في البيت. لا، أنا هفضل قاعدة هنا عند أمي لحد ما تجيب لي حقي، مش أنت قلت اللي أنا ملزومة منك؟ وقفلت معاه، وأمها كانت قاعدة جنبها وقالت: هفرم عليك يا بت، أيوة كده، انتي طالعة لأمك ناصحة وبتعرفي تاخدي حقك تالت ومتلت. أيوة يا ماما، أمال إيه؟ ما أنا لازم أخد حقي من اللي اسمها نوال دي. هي فاكرة إني هسيب لها خالد تتهنى بيه؟ ده خالد ده جوه في قلبي، ده أنا وافقت على المرحوم عشان أبقى جنبه، بس هو بيحب مراته، وانت عارفة إنه مش هيقدر يستغنى عنها، دي برضه أم ولاده. لا، ما هو ولاده في حضني دلوقتي، والبنت بنته ما بقتش بتطيق أمها، وقال إيه؟ عاوزاني بدل أمها. إيه دماغك دي يا بت؟ يا بت يا هند، انتي كل شوية بتبهريني، بس بقولك إيه، ما تطوليش في القعدة عندي، انت عارفة سيد بيحب يقعد في البيت براحته. ودخل جوز أمها وشافها وقال: مين؟ هند؟ يا أخويا هند، إيه مش عاجبك إن أبقى هنا ولا إيه؟ لا طبعا، انت منورة يا هند، ده بيت أمك برضه. أنا أصلا مش قاعدالكم، كلها يوم وراجعة البيت، ما أنا عارفة إنك مش بتحب أكون موجودة هنا. البيت بيتك يا هند، بس يعني ما تطوليش. شوف الراجل، هو أنا عاوزة أطول أصلا؟ بقولك إيه يما، أنا داخلة أوضتك أشوف فيها عباية عشان أخدها وألبسها. ودخلت هند وأخدت قميص رجالي من بتاع سعيد، وفكرت في فكرة وقالت تنفذها. ورجع خالد من الشغل، ولا حماتي: يا أمي هند غلبانة خالص، ما ينفعش تسيب بيتها وتمشي عشان أي سبب يعني ملوش لازمة. أو أنت إن شاء الله محموق قوي ليه كده يا خالد؟ عشان مرات أخويا يا نوال، مرات أخويا اللي قابل وجه كريم، وما ينفعش تبات برا بيتها. يلا يا أمي كلميها وطيبي خاطرها وخليها ترجع البيت. قابل عليك يا تيتا، أصلها وحشتني قوي. انتي تخرسي خالص يا سلمى، وما تتكلميش والكبار بيتكلموا. وانتي بتزعلي البت ليه يا نوال؟ انت هتحاسبيها عشان بتحب مرات عمها؟ انا ماليش دعوه بحد، اعملوا اللي انتم عاوزينه، بلا وجع دماغ. والله البت دي لا هي من توبنا ولا شكلنا، واصلا انا ما كنتش موافقه اخوك انه يتجوزها. وفعلا اتصلت حماتي بيها: خير يا ماما، في حاجه ولا ايه؟ بقولك يا هند، ترجعي بيتك يا حبيبتي. لا، انا مرتاحه كده هنا عند ماما، انا مش عاوزه اعمل مشاكل لحد. والله اللي يريحك بقى، انا قلت اعمل اللي عليا. وقفلت معاها. جرى ايه يا بت؟ ده شكل حماتك لما صدقت. ارجعي بيتك وخلاص. والله لا ارجع، واخرجك انتي منه يا نوال، وبكره تشوفي. وبعدها رجعت، وفي شقتي خالد دخل الأوضة وشاف قميص رجالي غريب. ساعتها لقيته بيزعق وبيقول: قميص مين ده يا نوال؟ أنا كنت واقفة مصدومة
لأني أول مرة أشوفه. وقلت له معرفش يا خالد، أنا أول مرة أشوفه والله. يعني إيه أول مرة تشوفيه؟ ده أنا جايبه من أوضة نومي. انطق يا نوال، قميص مين ده؟ هو بيعمل إيه في أوضة نومي؟ والله ما أعرف يا خالد، أنا أول مرة أشوفه. هو أنت بتجيبي رجالة هنا يا نوال وأنا مش موجود ولا إيه حكايتك؟ يا لهوي، أنت بتقول إيه يا خالد؟ أنت بتشك فيا بعد العشرة دي كلها؟ ده أنا هخلص عليكي لو ما نطقتيش دلوقتي. خلص عليا براحتك لو فعلا شايف إني خاينة. لو أنت مصدق كده يبقى خلص عليا أحسن. مش عايزاني أعمل إيه يعني لما ألاقي حاجة زي كده في أوضة نومي؟ أنت أبسط حاجة تتقال عليكي إنك ست خاينة. في الوقت ده حماتي كانت قاعدة في شقتها. نزلت هند عندها وقالت الحق يا ماما، أنا سامعة سي خالد بيزعق لنوال وشكله مد إيده عليها وبهدلها. بتقولي إيه؟ يا نهار أسود، خالد مد إيده على مراته؟ ليه؟ ده عمره ما عملها. تعالي نطلع نشوف في إيه، يلا بسرعة. وطلعت حماتي هي وهند وقالت في إيه يا خالد؟ مالك يا ابني؟ أنت بتمد إيدك على مراتك ليه؟ هي عملت إيه؟ تعالي يا أمي شوفي، تعالي شوفي مراتي المحترمة بنت الأصول اللي انت طول عمرك بتشكري فيها. مالها يا خالد؟ عملت ايه؟ ما تقولي يا ابني. دخلت اوضه نومي لقيت هدوم راجل غريب، ولما بسألها هدوم مين بتنكر انها شافتها. تصوري يا امي نوال بتخني. هند ردت بخبث وقالت ايه ده معقول؟ انت يا نوال؟ لا لا مالكيش حق، ده انا عمري ما كنت اتصور ابدا انك تعملي كده. والله العظيم يا خالد انا مظلومه وما اعرفش ده جه هنا ازاي. أرجوك صدقني، وانت يا ماما انت عارفاني كويس، بقى أنا أعمل كده؟ أنا عمري ما صدق أبدا عنك حاجة زي كده يا بنتي. أكيد في حاجة غلط يا خالد. أنت متأكد إن الهدوم دي مش بتاعتك؟ لا طبعا مش بتاعتي، هو أنا هتوه عن هدومي؟ دي هدوم راجل غريب. ما هو طبعا يا ماما، يعني هو مش هيعرف هدومه من هدوم حد غريب؟ يبقى أكيد بقى حد دخل هنا ونسى هدومه. انت تخرسي خالص، تخرسي خالص وما تتكلميش. انت بتزعلها ليه يا نوال؟ دي هند دي أشرف منك وضفرها برقبتك. على الأقل جوزها راح ما فكرتش تدخل راجل غريب من بعده، تقوم انت اللي تجيبي رجالة البيت. بقولك ايه يا واد انت، لو ما سكتش وبطلت تتهم مراتك بالاتهام ده يبقى انت لا ابني ولا اعرفك، وهغضب عليك ليوم الدين. انا مش هتكلم يا امي، بس هقول لها حاجة واحدة بس، انت طالق يا نوال وامشي من البيت دلوقتي، مش عايز اشوف وشك تاني. الكل اتصدم بعد ما قال الكلمة دي، حتى سلمى بنتي وقفت تعيط. هند كانت بتمثل وقالت لا لا يا خالد، لا ما توصلش للطلاق، دي مهما كانت برضو ام العيال. انا خلاص مش عايزها وهي دلوقتي محرمة عليا. طب انا همشي، بس هاخد الولاد معايا. الولاد مش هيطلعوا من هنا، انت هتمشي من هنا لوحدك. ازاي يا خالد الولاد يروحوا مع امهم؟ ما تبقى ظالم ومفتري. انا ظالم يا امي؟ وانت لسه بتدافع عنها بعد اللي حصل؟ هفضل ادافع عنها حتى لو شفتها بعيني، هكدب عينيا. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ هي عامله لك عمل ولا ايه يا حماتي؟ على العموم اسالوا العيال لو عاوزين يفضلوا مع ابوهم ولا يروحوا مع امهم. اسكتي يا هند، مالكيش دعوه، انت بتتحشري ليه في اللي مالكيش فيه؟ اتفضلي يلا على شقتك عشان ما حدش خد رايك كده. طب انا نازله. ونزلت هند وخالد نده لسلمى وقال لها عايزه تفضلي معايا ولا تروحي مع ماما يا سلمى؟ عايزه افضل معاك انت وتيتا يا بابا. خلاص يبقى نوال تاخد مالك، اهو صغير فاكيد هيعيط عشان امه. وخدت حاجتي ونزلت رحت عند امي في البيت ودخلت وانهارت من العياط. مالك يا نوال؟ مالك يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ هو خالد زعلك؟ خالد طلقني يا ماما. ايه بتقولي ايه يا نوال؟ وليه يا بنتي؟ ده خالد طول عمره بيحبك وعمره ما زعلك، ده اكيد شيطان ودخل بينكم يا بنتي. وخرج اخويا من اوضته وقال انا لسه متصل بخالد وقال على اللي حصل. بقى انت يا نوال تعملي كده؟ انتي بقى تصدق عني كده يا نادر؟ انت تعرف عني كده؟ امال مين اللي جاب عندك هدوم رجالي في اوضتك؟ هدوم رجالي؟ يا لهوي، معقوله يا نوال؟ نوال فضلت تلطم على وشها وتقول يا ناس، يا ناس مظلومه،
صدقوني حرام عليكم، حرام ارحموني. وفجأة أغمى عليها، وأخوها جاب دكتور، ولما كشف عليها قال هي عندها صدمة عصبية، واضح إنها تعرضت لضغط نفسي، بس ده غلط عليها وعلى الجنين اللي في بطنها. يا حامل يا دكتور؟ أيوة حامل. هو أنتوا ما كنتوش تعرفوا ولا إيه؟ على العموم أنا كتبت لها على مهدئ بسيط كده عشان ما فيش حاجة تضر اللي في بطنها، حاولوا تبعدوا عنها أي ضغط نفسي. ومشى الدكتور من عندهم، ونادر قال لأمه دي طلعت حامل يا أمي، يا ترى بقى الحمل ده من جوزها ولا من مين؟ اخرس قطع لسانك، أختك أشرف منها مفيش. هو الموضوع ده فيه حاجة غلط أكيد، هو لازم تتعرف. وعند خالد في البيت كان قاعد في الشقة مش بيكلم حد، وسلمى قالت له يا ماما مش راجعة تاني يا بابا خلاص؟ لا يا سلمى مش راجعة تاني. طب ما انت ممكن تتجوز طنط هند، انت بتحبيني قوي يا بابا، وساعات بحس انها حنينة عليا اكتر من ماما. خالد بصلها باستغراب وقال بقولك يا سلمى، هو انت عمرك ما شفتي حد غريب دخل عندنا هنا الشقة؟ حد غريب؟ ازاي يا بابا؟ يعني اقصد راجل غريب، اي راجل يعني. لا يا بابا ما شفتش، بس ساعات ماما لما انت كنت بتنزل الشغل كانت بتقولي انزل شقة طنط هند وخليني عندها، وكانت بتقولي خدي مالك معاكي وما تطلعيش غير لما نادي عليكي. معقولة الكلام ده؟ طب روحي اوضتك يا سلمى. ودخلت سلمى اوضتها وفتحت الفيس، ولقيت بوست بيتكلم عن الأم، عن ظلم الأم، وإن ربنا عقابه شديد لأي حد بيعلي صوته على أمه، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الأم وبرها. وقالت لنفسها أنا أكيد ظلمت ماما، أيوة أنا ظلمتها. وافتكرت اليوم اللي هند رجعت فيه من بيت أمها واتفقت معاها فيه عشان أبوها يمشي نوال من البيت. فلاش باك. شفتي يا سلمى، أهي مامتك خلتني مشيت من البيت عشان مش بتحبني، هو بالذات لما بتلاقيكي معايا، هي أصلا مش عايزاكي تكلميني. والله يا طنط هند انتي كنتي وحشاني قوي، وكمان البيتزا اللي انتي كنتي بتجيبها لي والاندومي، ما انتي عارفة ماما مش بترضى تخليني اكل من بره ولا بيتزا ولا اندومي. ده انا هجيب لك بيتزا واندومي وبرجر وكل حاجة انتي بتحبيها يا عمري، بس للأسف بقى طول ما ماما في البيت هنا مش هتخليني اجيب لك حاجة. هو ممكن تتخانق معايا، ممكن فعلا، انا عارفاها، لازم كلمتها هي اللي تمشي. طب ما احنا ممكن نخلي بابا يمشيها من البيت ونفضل انا وانتي نعمل اللي احنا عاوزينه، بس ده مش هيحصل غير لما تعملي اللي هقولك عليه. طب اعمل ايه؟ وقالت لها هند تحط القميص في الأوضة عند أمها وأبوها، وتقول لخالد إنها كانت بتخليهم ينزلوا عندها، وبكده هيشك إنها كانت بتجيب رجالة. ورجعت سلمى من تفكيرها وفضلت تعيط وتقول يا حبيبتي يا ماما أنا فعلا ظلمتك. وعدت الأيام، وخالد بقى يروح شغله ويرجع يقعد في الشقة ومش بيتكلم مع حد. وعند الحما هند كانت قاعدة معاها وفاتحة النت وعمالة تقلب في الفيس. ساعتها الحما قالت قومي يا هند هاتي العلاج من جوه عشان اخده. هو انا مالي، ما تقومي تجيبيه لنفسك، رجليا بتوجعني، وبعدين ما الأوضة جنبك اهي، يعني هتجيبيها على طول. وانا مالي يا اختي، انا مش شغالة عندك، وبعدين ما انت عندك بنت ابنك، ما تنادي عليها تجيبهولك. يا سلمى يا سلمى. نعم يا تيتا. هاتيلي يا حبيبة تيتا كيس العلاج بتاعي من الأوضة، هتلاقيه على الكومودينو جنب السرير. حاضر يا تيتا. فعلا دخلت سلمى وجابت العلاج لجدتها وفضلت تدعيلها. وهند قالت اوف، ايه الخنقة دي، انا طالعة شقتي. اطلعي اطلعي، ما انت اصلا مالكيش لازمة. الله يمسيكي بالخير يا نوال، كنت قبل ما انطق الكلمة كانت الحاجة بتجيلي وانا قاعدة. وده ايه اصل ده ان شاء الله، بقى انت بتبقي الخاينة دي عليا، اللي كانت رجالة طالعة ورجالة نازلة على حسها، شحال كان جوزها كشفها. انت تسكتي وإياك اسمعك بتقولي عليها كلمة كده ولا كده، ويلا على شقتك يا اختي. يا اختي هو انا هقول عليها ايه يعني، غلط في داهية وانا طالعة. كل ده وسلمى سمع كلام هند لكن خايفة تنطق وتقول اي حاجة. وطلعت هند عند خالد اللي كان قاعد حزين وخبطت عليه، ولما فتح الباب قال لها خير يا هند، في حاجة؟ ابدا يا سي خالد، ده انا قلت اطلع اطمن عليك. ايه ده، هو انت عامل في نفسك كده ليه، شكلك مبهدل وحزين.
انت ما تستاهلش انك تعمل كده في نفسك عشان حد. حاول ايه بس يا هند؟ ما كنتش متوقع ابدا ان نوال تعمل كده. ده انا كنت بحلف بيها وبقول عليها بنت اصول ومتربيه. ده انا عمري ما كنت اصدق عنها كده يا سي خالد. بالله عليك ما تزعل يا سي خالد. تصدق ان عمري ما كنت اشك فيها ولا اصدق عليها كده. دي كانت صدمه لينا كلنا. يلا اهي راحت ايامها بقى. بالله عليك ما تزعل عشان خاطري. انا بجد تعبانه قوي يا هند. مش عارفه اتخطى اللي حصل ده. ازاي تتعب وانا جنبك؟ انت ما تعرفش غلاوتك عندي عامله ازاي. ده انا عمري ما استحمل عليك الهوا. انت تعرفي ان سلمى بتحبك قوي يا هند. دي كانت بتقولي انها عايزاكي تبقي مكان امها. هند ردت بخبث وفرحه من داريه. ايه؟ معقوله الكلام ده برضو؟ هو انا اعرف اعوضها برضو عن امها؟ ايوه يا هند. انت اصلا حنينه قوي. وانا كمان حسيت بحنيتك دي. تتجوزيني؟ يا لهوي يا سي خالد. هو انا طول ابقى مراتك؟ ده انت سيد الرجاله. خلاص انا هقول لامي وبعدين نكتب الكتاب. طب افرض الحاجه حماتي موافقتش انك تتجوزني. ما انت عارف انها بتعز نوال قوي. مالكيش دعوه بالموضوع ده. انا هتصرف واقنعها. وانا كنت قاعده عند ماما حزينه مش بتكلم مع حد خالص. ودخلت ماما الاوضه عندي وقالت لي: وبعدين معاك يا نوال؟ انت هتفضلي حزينه كده يا بنتي لحد امتى؟ الواد ابنك مش عايز ياكل. طب اكليه يا بنتي ولا كلي قدامه عشان يرضى ياكل. ماليش نفسي يا ماما. هو مالك؟ هاكله حاضر. بس البنت سلمى وحشتني قوي. مش قلتي انك كلمتي حماتك وقالت لك انها هتجيبها وتجيلك؟ ايوه قالت. بس انت عارفه حماتي مش بتقدر تمشي على رجليها. يعني مش هتقدر تيجي. خلاص لما نادر اخوكي يرجع بالسلامه هخليه يروح يجيب لك سلمى عشان تشوفيها يا بنتي. يا ريت يا ماما. وهيكون نادر قال لخالد اني حامل. انا مش عارفه انت مخبيه عليهم ليه يا بنتي. عشان لو عرف اني حامل في الوقت ده مش بعيد الموضوع ده ياكل له الشك من ناحيتي. استغفر الله العظيم. انا مش عارفه اقول ايه بس. هند كانت بتزعق لسلمى: انت يا بت خلصي مسح الشقه. انت لسه ما خلصتيش. خلصي بسرعه. ساعتها هند اتكلمت في التليفون وسلمى سمعتها وهي بتقول: خلاص يا ماما خالد هيتجوزني بعد ما غرت اللي ما تتسمع. وشويه كده وأخليه يرمي أمه وبنته برا البيت وهفضل أنا وهو بس. سلمى سمعتها ونزلت بالراحة عند جدتها وكان خالد قاعد معاها وقالت له: بابا أنا عايزة أعترف لك بحاجة مهمة. وحكت سلمى كل حاجة من أول لما كانت هند بتخليها تتصنت عليهم لحد الكلام اللي قالته في التليفون دلوقتي. وطلع خالد جابها من شعرها وقال لها: اطلعي برا البيت. اطلعي برا البيت يا شطانة بدل ما اجيب لك البوليس واطلعك بفضيحه يا واطيه. خربت بيتي وخليتيني اطلق مراتي وانضف انسانه في الدنيا عشان واحده كلبه زيك. وفضل يديها باليمين والشمال ورماها في الشارع. ولقيته جاي عندنا وجايب سلمى وحماتي وجه. حقك عليا يا بنت الاصول. انا اسف. والله يا ماما انا السبب في كل ده. حقك عليا. وبعدها قالوا لي على كل حاجه. رجعت بيتي وسط جوزي وولادي وحماتي وبقيت عايشة في سعادة مع خالد حبيبي. وهند جوز أمها طردها ورماها في الشارع. وعرفنا بعد كده إنها اشتغلت في الشمال واتقبض عليها آداب وأخدت جزاها من الظلم اللي ورثهولي. وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.